الأكيد أنه برشا منكم سمعوا يقال صبري اللموشي من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم، ويتم إعلان تعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار. والأكيد زاد أنه برشا عباد يحبوا يعرفوا شكونه، وزعما بالحق المنتخب التونسي جاب واحد من أفضل المدربين اللي خدموا في إفريقيا ولا لا. هذاك علاش تابعوا معنا الفيديو للآخر ومش نحكيو على مسيرته كاملة. هيرفي رونار تولد في فرنسا يوم 30 سبتمبر 1968، وكان لاعب كرة قدم عادي يلعب كمدافع في فرق متوسطة، وما كانش نجم كبير كما برشا مدربين معروفين توا. بعد اعتزاله سنة 1998 وصل خدم في شركة تنظيف في فرنسا، وفي نفس الوقت كان يحاول يبني مسيرته التدريبية خطوة بعد خطوة. وقتها ما كان حتى حد يتصور انه الرجل هذايا باش يوصل للي وصله توا ويولي واحد من اشهر المدربين في تاريخ الكرة الافريقية. نحكيو على اول تجربة للمدرب هذايا في افريقيا، وين سنة 2008 يشد المنتخب الزامبي. نتائج في البداية ما كانتش خارقة للعادة، اما رونار كان عنده شخصية قوية وطريقة خاصة في التعامل مع اللاعبين. كان ديما يحاول يخلق روح المجموعة ويخلي اللاعبين يأمنوا بروحهم، حتى وصل سنة 2012 وين صارت المفاجأة الكبيرة. زامبيا المنتخب اللي ما كانش مرشح للتتويج بكأس أفريقيا يوصل للنهائي، ويزيد يربح الكوت ديفوار اللي يلعب فيها ديدي دروغبا ويايا توريه. لقب هذا يعتبروه برشا ناس من المفاجآت الكبيرة في تاريخ كأس أفريقيا، ومن غادي بدأ اسم رونار يلمع عالميا. بعد زامبيا بالضبط يدرب المنتخب الكوت ديفواري، وين سنة 2015 يرجع يعمل إنجاز تاريخي آخر، وين وصل الكوت ديفوار للتتويج بكأس أفريقيا بعد سنوات طويلة من الانتظار. وهكا ولا أول مدرب في التاريخ يربح كأس أفريقيا مرتين مع زوز منتخبات مختلفة، إنجاز ما عمله حتى مدرب آخر قبله. في سنة 2016 تعاقد مع المنتخب المغربي، وهنا بدأت الفترة اللي ذكروها جماهير شمال أفريقيا خاصة تونس المغرب والجزائر. رونار نجح في بناء منتخب قوي ومنظم، وقاد المغرب الأول كأس عالم بعد غياب 20 سنة كاملة. في مونديال روسيا 2018 المغرب قدم مردود محترم خاصة قدام اسبانيا والبرتغال رغم الإقصاء، والتوا برشا مغاربة مازالوا يعتبروا رونار من أفضل المدربين اللي مروا على المنتخب. بعد المغامرات الأفريقية يقرر المغامرات الآسيوية، وين شد المنتخب السعودي. وقتها كانت المهمة صعيبة برشا، أما في كأس العالم 2022 صار الحدث التاريخي، وين السعودية وصلت ربحت الأرجنتين ب2-1. الأرجنتين اللي لعبت بليونيل ميسي واللي هزت كأس العالم في الآخر. المباراة هذه خلت اسم رونار يرجع بقوة خاصة للعالم الكل. اللي يعرف رونار يعرف زاد شخصية المدرب هذا، ديما حاضر بالتنوير البيضاء وديما يركز على الانضباط ويحاول يزرع عقلية الانتصار عند اللاعبين. برشا لاعبين خدموا معه وقالوا أقوى حاجة عنده مش كان الجانب التكتيكي كهو، أما القوة متاعه في تحفيز المجموعة ويخليك تخرج أحسن ما عندك. أكيد إنه وصول رونار وحده ما يضمنش نجاح، والنتائج باش تقعد مربوطة باللاعبين والعمل اليومي وخاصة الاستقرار داخل المنتخب. أما الحاجة الأكيدة أنه تونس جابت اسم كبير في المستوى الأفريقي والعالمي في التدريب، ودرب سبق له التتويج بكأس أفريقيا مرتين، ودرب المغرب والسعودية، وقاد برشا منتخبات عديدة في أكبر المسابقات. لهنا وصلنا آخر فيديو، وكان تحب تعرف آخر أخبار المنتخب التونسي والنادي الأفريقي ما تنساش تخلينا فولو.